قالوا ايوه يا ام شيماء. ايه يا ام شيماء، انا قاعده عماله لملم وراكي، فيه ايه؟ ابو شيماء يا ست الله يرحمه متصل بيا ومشتكي لي مني مر الشكوى يا ام شيماء. مش هتبطلي مرضيه مع الراجل؟ عملتي ايه تاني؟ او انت بتبطلي عمايل يا ام شيماء؟ انت بتبطلي عمايل؟ في ايه؟ بيشتكي لي انك خدتي منه فلوس تاني. فلوس تاني ايه يا ام شيماء؟ الراجل ما بقاش حيلته اللضع، عايزه ايه منه؟ تجددي الصالون؟ ما انت لسه مجدده الصالون يا ام شيماء، الراجل مش لاقي ياكل. ما حبكش نجدد الصالون دلوقتي؟ الناس تقول عليكي ايه؟ هتقول عليكي ايه الناس يا اختي؟ مش هيقول عليكي حاجه يا حبيبتي. وجددتي الصالون؟ طب خلاص سيب الراجل بقى يشم نفسه شويه. عايزه فلوس منه تاني ليه يا ام شيماء؟ تطلعي المصيف؟ مصيف ايه يا وليه؟ الراجل مرتبه على قده ومش لاقي اصلا. مصيف ايه؟ الراجل عنده يا ام شيماء هم متلتل على قلبه يا حبيبتي. البعيده يبقى عندك نظر، مش لازم مصيف ولا الكلام اللي انت بتقوليه لي ده. هون مالك انت ام عبير؟ راحت ولا ما راحتش؟ هيلحقلك على ايه ولا ايه يا ام شيماء؟ كل يوم كل يوم طلبات 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 طلبات. ما تحسبيها بالعقل كده يا ولي. الراجل بيقبض 3000 ونص، هيجيب لك منين؟ هيجيب لك منين يا ام شيماء؟ اه اه. وشقالة ايه اللي شوكولاتات ايه اللي بتجيبيها يا ام شيماء ب1000 جنيه دي في الاسبوع دي؟ شوكولاتات ايه قوليلي؟ منظره؟ منظرة ايه؟ يا وليه امسكي ايدك شويه يا وليه، مش كل شويه تدب ايدك في جيب الراجل وتطلعي، تدب ايدك في جيب الراجل وتطلعي. الراجل عايز يشم نفسه شويه، وراه حاجات، وراه مسؤوليات، وراه التزامات، مش عارف ياكل عيالك. عايز ايه يعني؟ ده اخر الكلام يعني؟ يزود لك المصروف منين؟ ما دي الله وادي حكمته. يجيب لك فلوس منين دلوقتي هو عشان يزود لك مصروفك؟ مش تخلي في عينك حصوه ملح؟ وكمان ايش عجب يعني يا ام شيماء؟ فاتوره الكهرباء بتدفعوها قد كده، ومشغله لي معرفش تلاجتين، ومشغله لي فليسارين، ومشغله لي 3 تكييفات. هو في ايه؟ والله يا ام شيماء انت يعني بقول لك احنا مش عارفه في ايه ولا في شم ورد. احنا في ايه ولا في ايه؟ ما نجيب الحاجات اللي احنا عايزينها الاول يا وليه. بقول لك ايه يا ام شيماء؟ بقول لك ايه؟ تقولي بقى عماله تعملي لي اوردر من هنا واوردر من هنا، وتعزمي لي ناس من هنا وناس من هنا، ومقعده لي ناس عندك قد كده وناس عند قد كده، وعماله تيجي على جوزك الغلبان تستقفيه. لا ما هو ما ينفعش. ما ينفعش يا ام شيماء. جوزك يبقى مبطوح وتروحي تعالجي ممدوح. اصرفي عليا يا اختي. ام شيماء ما قاعده لي في البيت عندك كم من اهلك؟ على عيني وعلى راسي يا حبيبتي. اللي يعوز البيت يا حبيبتي يا ام شيماء يحرم على الجامع. والجامع هنا مش الجامع اللي بنصلي فيه، جامع الضرايب زمان. ايوه يا وليه ام شيماء؟ لا كنت بقول معلومه. اه يا حبيبتي، جايبه لي من الشرق ومن الغرب ومن هنا ومن هنا ومقعده، وتقولي للراجل اصرف اصرف. طب ما تشوفي اللي عندك الاول في البيت يا ام شيماء وبعدين يبقى يصرف هو. ما تجيش تقولي له هزود لك زود لي المصروف، ما تجيش تقولي له اديني فلوس كهرباء زياده، ما تجيش تقولي. ما هو الكهرباء يا ام شيماء متقسمه على 2، انت والضيوف. الغاز يا ام شيماء متقسم على 2، انت والضيوف. الكهرباء يا ام شيماء على انت الاكل الطفح اللي بتدفعيه يا ام شيماء على 2، انت والضيوف. على عيني وعلى راس الضيوف يا ام شيماء، ده انا اشيلهم لك جوه حباب عينيا يا ام شيماء. لهم لك في عيني يا ام شيماء، يجوا يقعدوا على راسي. بس يبقى في رحمه، يبقى في رحمه. مش تاخدي مني ومن قوتي يا ام شيماء ومن قوت عيالك علشان جوزك تقولي له هصرف على الضيوف اللي عندي. مش قد الضيافه يا ام شيماء ما تضيفيش. لا يا حبيبتي. يا حبيبتي مش قد الضيافه ما تضيفيش. وانت هتضيفي على قفايا يا ام شيماء؟ هتضيفي على قفا جوزك يا ام شيماء؟ لا 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 لا. بقول لك ايه، سيبيني في حالي. سيبيني في حالي عشان انا في الحر بطلع كلام كده خارج عن السيطرة. يا ام شيماء. وكمان يا ام شيماء تقولي لجوزك انا ما بطاقة التموين ما بقتش تكفيني. ما هتكفيك ازاي يا ام شيماء؟ ما انت مقعده لي جرمق عندك في البيت، مقعده لي لا اله الا الله عندك في البيت.
ضيوف وقاعدين عندك بفلوسهم ليه يا ام شيماء؟ طب قاعدين عندك بفلوسهم يا ما هم بينزلوا يشتروا يا ام شيماء من الاكل بتاعنا وجوزك وعيالك والكلام ده كله. مش هم قاعدين عندك يا حبيبتي بيدفعوا لك؟ قلبي ده انت يا ام شيماء قلبك ده انت ست فظيعه بتخدم الناس حق الضيافه مش مشكله. بياخدوا بقى بفلوسهم دول بينزلوا يشتروا اللبن يقسموني فيه، العيش يقسموني فيه، البيض يقسموني فيه. والله هشيلهم على راسي انا يا ام شيماء، انا اشيلهم على راسي. لكن ما يجيش في الناحيه التانيه يا ام شيماء توجعي دماغي بقى وتقعدي تقولوا لي مصروفي مش مكفي، اصل الفلوس مش مكفياني، اصل الكهرباء مش مكفياني، اصل الغاز مش مكفياني، وتطلعي تيتي من لا تيتي انا تيتي. بس يا بقول لك يا ام شيماء اسمعي صوت القطر امشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. اشفي ابن عماد شفاء تام لا يغادر سقما، واشفي يا رب أحمد ابن إيمان وأحمد ونورة ولاد سوزان، واشفي يا رب مالك ابن هند، واشفي كل مريض يا رب وفك كرب المكروبين، وانصر إخواتنا وأهلينا في غزة وسوريا ولبنان والسودان والعراق واليمن، انصر إخواتنا وأهلينا في كل زمان ومكان، واجعل يا رب مصر دايما بلد الأمن والأمان، وابعد عنا شر البرتقان القلعوبان، ويا رب كده نجح ولادنا وأهالينا وإخواتنا وأصحابنا في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية يا رب. اجعل الامتحان عليهم سهل يسير يا رب إن شاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مدرس أو في كل موجه يحط امتحان صعب يعقد العيال في عيشتها زي ما حصل النهارده في امتحان الكيمياء. اخويا انت لو حطيت امتحان سهل هنقول اللي ما بيفهمش اهو، هنقول اللي حاطط امتحان سهل اهو. ما حرام عليكم بقى، راعوا العيال واهاليهم اللي نفسيتهم زي زفت. يلا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، يجيكم ويحط عليكم لا تعرفوا جاي لكم منين ولا حاططكم فين. يلا بقى اتقوا الله بقى، اتقوا الله. الاهالي تفحط دم اقسم بالله مع عيالها، ينتقم منكم ويجازيهم خير يا رب على مذاكرتهم وتعبهم والقرف اللي شايفينه. وكل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم خير يا رب. عام هجري سعيد، وان شاء الله الشهر الجاي بإذن الله المولد النبوي الشريف 26 أغسطس يخلص بقى المولد النبوي الشريف، أبدأ بقى أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. رجب وشعبان ورمضان رمضان ولا بعودة يا رمضان. إذ فجأة كده الناس كانت نايمة السنينة، وانا قلت لكم 100 مرة بلاش ننام، ما ننامش كلنا. ايه يعني لما نص البلد تنام والنص التاني تقوم تراقب؟ كنت عملت لكم فيديو من كام شهر وقلت لكم ان الحكومة قاعدة بتدعبس كده في بطاقات التموين والعيش وحاطة عينيها على بطاقات العيش والتموين. الناس قاعدة تقول لا ده لسه ما فيش حاجة ظهرت. هو انا هستنى لما الحاجة تظهر؟ انا بجيب لكم الحاجة وبعد كده تظهر براحتها، انا مالي. الناس راح تصرف بطاقات التموين بتاعتها بقى، الشهر جه بقى ورايحين بسم الله ما شاء الله، ده الحكومه موسعه عليهم. ايش ازازه زيت الله اكبر 30 لتر تقريبا، ايش كيس سكر شوال سكر كيلو ما شاء الله، ايش 5 ترغيفه للفرد، يعني على اساس يعني الخمس ترغيفه ايه الرغيف كده يسد عين الشمس. الله اكبر بقى الناس راح تصرف التموين. هوب قال له ماما في العشه ولا طارت ايه مين في ايه؟ لا والله خلاص بقى كان في منه وخلص. هو ايه يا راجل اللي كان في منه وخلص؟ قال لك بطاقات التموين اتوقفت. بطاقات التموين اتوقفت ليه؟ قال لك عشان انت راجل بتتعامل عندي دلوقتي في مرتبه نجيب سويرس. يعني ايه يعني في مرتبه؟ يعني انا عندي ذهب ياقوت مرجان احمدك يا رب كنز علي بابا اتفتح لي. قال لك لا والله انت فاتوره الكهرباء بتاعتك انت دخلت في الشريحه الثانيه. امال انت حضرتك حاطط لي ايه؟ قال لك لا انت الشريحه الاولى تحت خط الفقر حبيبي، على عيني وعلى راسي حماده، هديك التموين وادولك لحد عندك، سكرك دقيقك سمنتك هتعمل بيهم لقمه القاضي، على عيني وعلى راسي. طب الشريحه الاولى دي يا حبيبي قد ايه الاستهلاك بتاعها؟ 100 كيلو. 100 كيلو في الشهر والله ده نعمل بيهم ايه؟ اشغل بيهم لمبه؟ يعني انا لو دخلت في الشريحه الثانيه اللي هشغل بيهم لمبتين بقيت من اغنياء العالم. قال لك والله دخلت في الشريحه الثانيه انت مش محسوب معاك، استهلكت كهرباء كتير فانت برضو من اغنياء العالم. الله يحكمها. مش انتوا اللي فجأة كده كنا قاعدين في حالنا كان كيلو وات الكهرباء ب 65 قرش، قيس فجأة عملتوا لي 3 جنيه الا ربع، يعني انت اللي غليته مش انا اللي مسرف. قال لك لا والله انا مالي يا لمبي وانا مالي اتصرف. طيب ماشي يا حكومه ايه شروطك التانية؟ قال لك والله العظيم عندك عيال في مدرسه خاصه؟ والله كنت مدخلهم من ايام المدرسه ما كانت الخاصه ب 10,000 جنيه.
كنت بدفعهم على 4 5 اقساط. قال لك لا، ما احنا زودنا بقى المدارس الخاصه. انتوا زودتوا المدارس الخاصه؟ قال لك اه والله انت كده بقيت من اغنياء العالم. طب يا عم مش انت اللي زودت المدارس الخاصه؟ انا مالي، انا لسه مواطن كحيان غلبان ببيع الفانيلا عشان اروح ادفع للعيال قسط المدرسه، وتلاقيني لابس الفانيلا التانيه المقطعه اللي كلها خرام والهوا داخل لي والتراب من كل حته. قال لي والله ماليش دعوه بقى، تتمنظر من جيبك. مش انت يا حكومه اللي زودتي الكهرباء؟ انت يا حكومه اللي زودتي المدارس الخاصه؟ قال لك لا تعالى لي بقى، ده لسه في حاجه تانية. لو عندك عربيه. طب عندي عربيه مهكعه كده على قد حال. انت مظبوط عندي ان عندك عربيه. انتوا مش يا حكومه قلتوا اللي بعد مش عارفه 2000 وكام هو اللي هيتحاسب؟ قال لك لا، طالما معاك عربيه يبقى انت مواطن فيك الطمع. يعني اللي معاه عربيه من 28 دي جايبه له الضغط والقلب والسكر الصبح في الزق ومعرفش بطاريه تنام وكاوتشات تعمل ايه، مني الدعم. قال لي اه يا حبيبي معاك عربيه، ده انت مش محتاج الدعم، ده انت اللي تصرف علينا. طب ما يا حكومه كده قولوا ان احنا جايين لنا قرارات ان احنا نشيل الدعم من عليكم، بدل ما تقعدوا تسرسبونا وتجيبونا هنا وتجيبونا شرق وتجيبونا مش عارف. هو الكلام اللي انا بقوله ده غلط يا جماعه؟ والله حاسه ان هو غلط، بس مش مشكله. كل شويه تطلعوا لنا بحجه. الناس راحت تصرف التموين، قال لهم بخ مفيش تموين. يعني ايه مفيش تموين؟ انتوا 4؟ لا ما بحبش رقم 4، اشطب لي 3، اشطب لك 3، خلي لي 1 بس. انت هتصرف 1 الشهر ده. طب والشهر الجاي يا حكومه والله الله اعلم بقى، يمكن يجد في الامور امور تستهلك لي شويه كهرباء زياده، تزيد لي في شريحه الكهرباء، انا ماليش دعوه. طب يا حكومه انا رايح جاي، سلام عليكم يا حكومه، انا جاي اصرف التموين بتاعي، وريني كده يا حماده كام انتوا. ايه ده؟ لا شيلهولي خالص، لا شكلك مش عاجبني، انا مش مرتاح لك، انا مش مرتاح لك يا وحاسس ان انت بتاخد العيش بتاع الحكومه، ما بتحافظش على نعمه ربنا. انا هشيل منك العيش عشان تحافظ على نعمه ربنا. ليه يا حكومه؟ ده انا كنت ببوس الرغيف من بقه. لا يا حبيبي، ولا ابوسه من بقه ولا ابوسه من بقه. شيلهولي. شكلك ياض من ساعه ما دخلت عليا مش مريحني. طب هتشيل لي التموين كله ولا العيش بس؟ لا كله. عشان ليه؟ عشان انت السكر وحش يا عم. طب ما قال لك في نظام الطيبات. طيب هشيله خلاص. طيب هشيله. الناس صحيت من النوم لا لقت بطاقات تموين ولا لقت سكر ولا زيت ولا شيء. يا حكومه كيس السكر اللي بتديه للمواطن في الشهر هو ده اللي عامل لك المعضله، هو ده اللي هيخلينا نلغي الديون، وهو ده اللي هيخلينا نعمل الاستثمارات والعقارات والانشاءات والبنيات التحتيات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه يا جماعه؟ كيس السكر وازازه الزيت والخمس ترغفه هما دول اللي هيحلوا لنا الازمه العالميه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تخيلوا كده الناس اللي بتستنى الشهر يجي علشان تروح تصرف الخمس ترغيفه اللي بتصرفهم يوميا، ولا تروح تجيب ازازه الزيت وازازه السكر، لما راحوا وقالوا لهم لا معلش اصل البطاقات بتاعتكم وقفت، اصل انتوا ما تستوفوش الشروط. واحده دبه مشوار، واحده صاحيه من 8 الصبح وراحه على قلبها علشان تجيب ازازه زيت ولا كيس سكر، ويقول لها معلش اصل انت مش مستوفيه الشروط. ايه هي الشروط يا حكومه؟ ما انتوا اللي زودتوا الاسعار، زودت لي كهرباء وزودت لي مصاريف مدرسه، بس انا لسه زي ما انا مش لاقي اكل، لسه زي ما انا مرتبي مش مكفيني. انت اللي زودتهم عليا وانا مش عارف اتصرف. اتدينت واستلفت ورحت جبت من هنا وجبت من هنا، وبعت الحاجات اللي عندي في البيت وبعت كل الحاجات اللي انا بمتلكها علشان ما بهدلش عيالي في مدارسكم الحكومه اللي بيقعدوا على الارض واللي ما فيهاش تعليم واللي فيها اهانه وبهدله وقله ادب. قطعنا من لحمنا كده يا حكومه عشان ندخل العيال المدارس دي، ومش مدارس يعني واو، ده ناس مدخله ب10,000 جنيه وناس مدخله ب7,000 جنيه. اسمها شكلا هي مدرسه حكومه، لكن جوه برضو شويه هتلاقي الفصول زايده، شويه هتلاقي ما اعرفش ايه، بس هم مرتاحين كده، هم مدخلين عيالهم مدارس حكومه. تيجي انت تزود عليا مصاريف المدرسه الحكومه، يبقى انت نقلتني من طبقه لطبقه. انا لسه كحيان ومش لاقي اكل، ما انا لسه كحيان ومرتبي مش مكفيني. تقولي للناس فجأة كده احنا هنشيل من عليكم الدعم؟ طب ما تقولوا ان دي شروط صندوق النقد علشان تاخدوا قرض للمرة التريليون وتريحونا، بدل اللف والدوران وخد وهات وروح وتعالى والشقلبة اللي انتوا عملتوها لنا دي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.